بالذال. لا لا اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. احكي لي على مهنتك انت. من يا ساعه ليا ساعه تطلع تبيع شاي، وش قد تحصل باليوم؟ اشتغل من 7 تقريبا 6 الصبح لحد الساعه ب2 ب3. شغل حسب يعني، تعرف الجو حار استاذ، وهاي يعني مو شرط 10 8 12. بس حلو الشعب العراقي حتى باعلى درجات الحراره يشرب شاي. يشربون والله، وعندي يعني معامل دائما، وانا يعني لا اطفهم، انا اخرج لغه انجليزيه دائما احكي وياهم باللغه الانجليزيه. والله يعني جيد باللغه الانجليزيه. If you يعني speak with me او tell me about yourself. خلينا نحكي انجليزي شويه. نحاول نظهر مواهبك. I tell you myself. Yes. My name is Ali. I'm from Iraq. I live in Baghdad. I like sport football. I'm a lot of time selling many different state. I'm selling Ministry of Health. This is my friend here. Is he have shopping and market. He say you is very good an American accent. Your accent is very difficult something because American accent is very difficult. He say why you don't have job. I say Iraq government is very problem. طيب احنا بس بدنا نوضح في نقطة معينة او رسالة نوضحها على قدرتك بالحديث باللغة الأجنبية. احنا نعرف اليوم يعني الكثير من متابعينا هم لربما لا يجيدون اللغة الإنجليزية، لذلك احكي لي هسه بالعربي انت ليش لجأت لهاي المهنة، ويعني عنك انت شنو اللي خلاك اليوم تجي لهاي المهنة وما تبحث عن مهنة أخرى؟ والله استاذ، اول شيء انا يعني قلت لك خريج لغة انجليزية وعندي شهادة الايتلس الامريكية حصلتها من المعهد البريطاني للغات. يعني حاولت بجهد الامكان احصل له وظيفه او عمل، ما قدرت مع الاسف. يعني تعرف هسه بلد يعني صارت بيه واسطات، صارت بيه لازم تدفع فلوس، يعني الفقير حتى اللي عنده شهاده ما يقدر يوصل. فانا هاي يعني هي مصدر رزقي ومصدر رزق عائلتي، يعني دائما يعني اشتغل هنا اطلع مثل ما نقول العلاقه للبيت. وهاي يعني هاي كم ساعة اللي تبقاها بحدود 8 أو 7 ساعات ايش قد تحصل بيه؟ والله مو شرط يعني 10 12 15 اقل، يعني هو رزق من الله سبحانه وتعالى. وتعرف الصيف يعني شويه حركه مو قويه به، الحمد لله يعني تكفيك هاي تكفي والله يعني الحمد لله والشكر. طيب يعني انت تتمنى ان تشتغل غير شغله؟ مع جل احترامنا هو العمل عباده وهذا شرف، وانت بالنسبه لي اشرف من هواي ناس اليوم يعتاشون على دم العراق وعلى دم المواطن العراقي وعلى حق المواطن العراقي، لكن ما حاولت تشتغل غير شغله تستغل لغتك الاجنبيه؟ والله استاذ حاولت يعني هواي، اكو يعني حتى طلعوا وياي قنوات وهاي وحاكوني وخذوا ارقام وقالوا ان شاء الله راح نشوف لك شغل، بس ماكو يعني جدوى، ماكو فايده. انا سمعت انه والدتك متوفيه؟ والدتي توفت ب 2010 انقتلت يعني بالطائف هي. وهي موظفه يعني على الملاك، عامله خدمه يعني بالتربيه، ولحد الان استاذ يعني ما منطيني شيء. اراجع يقولوا لي اوراقك ضايعه، اوراقك من 2010 الضباره قديمه، لازم تروح لفلان لفلان، وانا يعني لا عندي محامي ولا حول ولا قوه، ما يعني ما ادري وين اروح. يعني هي انا ادري لهم حقوق اللي انقتلوا او اللي استشهدوا شهداء الاحداث اللي صارت الامنيه، ايضا هم مشمولين بحقوق مؤسسه الشهداء وغير. صحيح استاذ. هي ما حاولت تراجع؟ والله حاولت اراجع اكثر من مره، يعني يقولوا لي يعني ايش اقول لك اياها، يعني شلون يردون فلوس، انا ما عندي فلوس. يردون فلوس لازم، حتى الموظف مال الدوله اللي يشتغل هو الدوله تنطيه، يعني حتى يساعد المواطن يريد فلوس منك. طيب انت عندك يعني شهاده وفاه كلها تثبت انه هي باحداث؟ كل المستمسكات الاصليه واللي هاي يعني متطلبه موجوده عندي. بس هو يعني على الفلوس انا باقي واقف عليه. معقول نازله تراجع؟ هي موجوده دائره الشهداء او ضحايا الارهاب كلها موجوده. والله واحد حاكيته من الموظفين قلت له ليش هيك يعني تاخرون دائما؟ تقول لي تعالوا ورا اسبوع وماكو يعني ماكو فايده، ورا شهر ماكو فايده. قال احسن شيء خلوا محامي، لو توكل واحد من يمنا من الموظفين. قلت له انت الدوله تعطيك راتب يعني غير لازم تساعد الفقير. طيب. قال لا، قال خليك محامي، لو واحد من يمنا تعطيه فلوس ويساعدك. يعني انت منو باقي عندك الان بالعائله؟ بالعائله عندي بس والدي وابوي كبير، واخوان صغار وانا المعين لهم. وانت المعين؟ ما عندك احد يعني؟ انت الوحيد المسؤول عنه؟ انا الوحيد مسؤول عليه. طيب انا شخصيا في برنامجي راح اتعهد بمتابعه موضوعك، بس اتاكد لان احنا مع جل احترامي وانا واثق انه الانسان مثلك يعمل بهذا العمل وبعباده، يعني العمل عباده وبهذه الطريقه، وهو يمتلك هاي المواهب. انا واثق انه هو صادق، لكن راح اتفق ويا قسم العلاقات هم يسمعوني ايضا هسه، واني شخصيا في برنامج بين الناس نتابع حالتك بعد ما نتاكد من الوثائق اللي عندك. أنا أخذت رقمك إن شاء الله وراح أتأكد من الموضوع وتراجعنا على مود إحنا نمشي بموضوعك الدائرة ضحايا الإرهاب ونشوف شنو المطلوب، حتى لو يكلفنا هذا الأمر شهر أكثر نركض وياك حتى لين على الأقل تحصل حقوقك. وحرامات شاب بهالعمر وبهاللغات
وهل يعني هذا مصير، احنا نتمنى يكون مصيرك افضل. تحكي لنا شيء بالانجليزي اخر شيء؟ يعني احكي لي على مهنتك. Your job. Hey, it's my job. I'm CLT here in Ministry of Health. I'm a lot of time make conversation with any doctors here, and doctors people say you speak English is very well because this is hard. American accent is very hard. I think find many people have job here and have certificate, but there is not as good than you. Is the better than you because your American accent is very good. طيب. He say. بارك الله فيك، شكرا جزيلا علاوي. انا اخذت رقمك وراح نتعهد ان شاء الله بموضوعك ونحاول شاء الله. بس تبعث لي مستمسكاتك اللي خاصه باستشهاد الوالده الله يرحمها ويعينكم، واحنا نتكفل بالموضوع. شكرا جزيلا. توفيق.